جزائية واضحة لمصلحة المنتخب الليبي على اللاعب أميو كولان لاعب فريق نيم أولمبيك الفرنسي. إذا ركلة جزاء في الدقائق الأولى. أحمد سعد يترك الكرة إلى فيصل البدري. مسؤولية كبيرة جدا على فيصل البدري. فيصل البدري على تنفيذ ركلة الجزاء. أتمنى أن تكون في الشباك. فيصل البدري، فيصل البدري وهدف ليبي، فيصل البدري وهدف ليبي. إذا ليبيا تتقدم بهدف مقابل شيء. ركلة جزاء عن طريق فيصل البدري. والتي في قلوبنا عاشت ليبيا. أحمد سعد، أحمد سعد يرفع شعار واحد. لندن ساكن السعودية. شعارات الشهداء الدولة الليبية. في تلقاء الهام ركلة جزاء وهدف ليبي. والدقائق الأولى من هذا اللقاء عن طريق فيصل البدري. يا سلام على فيصل البدري. فرحة ليبية، فرحة ليبية كبيرة في ملعب طرابلس الدولي. هدف في وقت مبكر يعطي الإدارة والتشويق ويعطي دافع كبير لهذه الجماهير ويعطي دافع كبير للاعبين وللرياضيين. أتمنى تكون الأهداف حاضرة أكثر وأكثر. إذا هدف مقابل لا شيء لمصلحة المنتخب الليبي. ركلة جزاء كان وراها أحمد سعد السمان وعلى التنفيذ فيصل. تابع ركلة الجزاء. يا سلام على فيصل البدري. عكس توقع حارس المرمى. على يسار حارس المرمى تشاكوفي بابا حارس مرمى فريق الديغول الفرنسي والمنتخب الديغولي. إذا فيصل البدري يهزم حارس مرمى المنتخب الديغولي ويتمكن من إحراز هدف. يرفع كرة داخل المنطقة تتهيأ فرصة وبعد من الدفاع. ضغط ليبي متواصل. هدف ثاني يلوح في الأفق ممكن. هدف ثاني لمصلحة المنتخب الليبي. هدف لمصلحة المنتخب الليبي. إذا تتغير النتيجة. هدف ليبي ثاني لمصلحة المنتخب الليبي. هل يكون أحمد التربي أو خطأ من الدفاع الديغولي؟ في انتظار الإعادة. هدف ليبي من جديد. أحمد سعد فانغاسي في قلوبنا بالفعل وكل المدن الليبية والجماهير الليبية في عرس رياضي كبير. والفوز ولا شيء غير الفوز. الأمور تسير كما يجب. هدفين لمصلحة المنتخب الليبي. هدفين لمصلحة المنتخب الليبي. إذا ليبيا تتقدم على صعيد النتيجة بهدفين مقابل شيء. ونشلوش حتى الآن يحافظ على نظافة الشباك. هدفين مقابل شيء. تابع لقطة الإعادة. خطأ من الدفاع. بالفعل خطأ دفاع الديغولي. يتمكن المنتخب الليبي من إضافة الهدف الثاني. أميو كولان لاعب فريق نيم أولمبيك الفرنسي. خطأ في مرماه. هدف ثاني لمصلحة المنتخب الليبي. إذا هدفين مقابل شيء. بداية أكثر من موفقة لمصلحة المنتخب الليبي. تحية لمحمد مشلوش. تحية للعناصر الوطنية. تحية للمنتخب الليبي. تحية للجماهير الرياضية التي يقصد بها ملعب طرابلس الدولي. إذا ليبيا على صعيد النتيجة بهدفين مقابل شيء نتيجة للضغط الهجومي الكبير للاعبي المنتخب الليبي. المنتخب الديغولي